قبيلة يسكنها الخوف من العار أكثر من الخوف من الظلم، تتهم سعاد بقتل زوجها دون ذنب، وتحاك حولها قصص الخيانة والغدر. في لحظة واحدة تتحول من زوجة صابرة إلى متهمة تنتظر رجمها. لكن الحقيقة كانت أعمق من ذلك. في ليل صحراوي قاتم، حين لا يسمع سوى عواء الريح، انقلبت حياة سعاد، المرأة الثلاثينية الجميلة التي عرفت في قبيلتها بالحكمة والرصانة. كان زوجها دهام، أحد وجهاء القبيلة، قاسي القلب، كثير الشك، يعاملها كأنها خادمة لا زوجة. لكنها صبرت كما تصبر النساء الطيبات، أملا في صلاحه وخشية من الفضيحة. ذات ليلة خرج دهام متوجسا من صوت غريب عند الإبل، حاملا رمحه. تأخر كثيرا، فخرجت سعاد وراءه والقلق يعصف بقلبها. وجدته ساقطا على الأرض، وجهه مزرق والدم ينزف من قدمه. كانت أفعى ضخمة قد لدغته، وتلوت نحوها كأنها تحرس فريستها. شقت بطنها بخنجره وهي ترتجف، ثم ركعت تبكي وتحاول مص دمه وقطع موضع السم، كما علمها والدها حين كان حكيما في الجبال. لكن قلب دهام توقف، ويده سقطت من يدها، مات بين ذراعيها وهي تحاول إحياءه بالدموع والرجاء. صرخت فسمعها الحراس وركضوا نحوها ليجدوها فوق جسده والدماء تلطخ عباءتها. لم يسألها أحد، اقتادوها إلى الساحة مكبلة، والناس يجتمعون كذئاب على فريسة. قال شيخ القبيلة: قتلته؟ أي امرأة تذبح زوجها بهذه البشاعة؟ قالت والدمع في عينيها: لم أقتله، بل حاولت إنقاذه، لكن لا شاهد ولا دليل سوى الدم. حبسوها في خيمة مهجورة تنتظر فيها حتى يوم الحكم. في الخارج كانت الهمسات تنسج حولها قصصا من الخيانة والسحر والانتقام، كل امرأة تنظر إليها خوفا، وكل رجل يراها شؤما. في تلك الليلة اجتمعت نساء من كبار العائلات لمطالبة المجلس بقتلها رجما، لأن موت دهام دون زوجة بديلة يثير الطمع في الميراث. وفي اليوم الموعود جلبت سعاد إلى الساحة وهي ترتجف، لكن لم تبكي. كانت عيناها جامدتين كأنما شاخت في أسبوع واحد. وقبل أن تنطق التهمة تقدم رجل غريب من بين الجموع بعمامة سوداء وعينين حادتين. قال: أنا الطبيب بدر، كنت مارا قرب واديكم وشاهدت شيئا لا يمكن السكوت عنه. رأيت امرأة تحارب أفعى بيدها العارية وتحاول إنقاذ رجل ميت. رأيت الخير يذبح فقررت أن أتدخل. أخرج جلد الأفعى من كيسه وأوراقا فيها تحليل السم. ارتبك الشيخ وسكت الحضور، ثم قال الطبيب: هذه المرأة ضحت بروحها لتحمي رجلا لم يكن يوما رحيما بها، وأخطأتم حين حكمتم بالدم قبل البيان. عفي عنها، لكن أحدهم لم يكن يريد نجاتها. في الليل وبينما كانت تجمع حاجاتها لترحل، تسلل أحد إخوة دهام نحوها بسكين، هاجمها صارخا: لن تفلتي من العار. لكن الطبيب كان في الجوار، وتدخل ودارت معركة انتهت بمقتل الأخ المهاجم. رحلت سعاد من القبيلة مثقلة بالحزن، لكنها لم تنكسر. مشت في الصحراء أياما حتى وصلت واحة صغيرة فيها نساء يعملن ويزرعن، فاستقبلنها وعاشت بينهم بكرامة. أسست مجلسا لتعليم النساء الإسعاف، وأطلقت عليه اسم وصمة دم. شعارها: الدم لا يدين، بل يروي قصة تستحق أن تسمع. وبعد أعوام، حين جاء وباء غريب إلى قبيلتها القديمة، لم يجدوا من يساعدهم سوى سعاد. عادت إليهم بوجه غير الذي تركوه، بوجه المنتصرة. وقبل أن تغادرهم مجددا، وقفت أمام الشيخ المسن وقالت: العار ليس ما حسبتموه، بل سكوتكم حين كنتم تعرفون الظلم. ثم غابت عنهم، وتركوا اسمها محفورا في ذاكرة الصحراء.